إزاي بدأ الإجرام واتشكلت العصابات والمافيا؟ القصص بدأت من شوارع عادية جدا وناس شكلها بسيط، بس بعد كده بقت أسماء في كتب التاريخ. زي ما بيقول مؤلف العراب إن القوة الحقيقية مش في السلاح، لا، القوة الحقيقية في السيطرة. ونيجي للسؤال اللي هيفتح لنا حلقة النهاردة: إزاي الطريق اللي بيبان سهل جدا وبسيط في البداية بعد كده بيوصل لمرحلة كبيرة جدا لدرجة إنها بتتأرخ وبتتكتب في كتب التاريخ؟ الإجرام مش بيبدأ بشكل درامي، يعني مش بتصحى من النوم تقول أنا هبقى زعيم عصابة. الإجرام بيكون غالبا نتيجة ضغط اقتصادي، البطالة، البيئة اللي أنت اتولدت فيها، والظروف الصعبة المحيطة بيك. ومع الوقت الخط اللي فاصل ما بين الصح والغلط بيبدأ يبهت تدريجيا. هنا الشخص بيبدأ يكتشف حاجة مهمة جدا، وهو إنه لوحده ضعيف، لكن لو في وسط مجموعة هيبقى أقوى. ومن هنا بيبدأ يكون شلة صغيرة، بعدين مجموعة صحاب، بعدين يكون لهم نفوذ ومصالح مشتركة. بعد كده بتتحول العلاقات دي بشكل تدريجي لحد ما بيتكون نظام إجرامي صغير. النظام الإجرامي ده بيحكمه أو بيكون ليه قواعد داخلية، بيكون ليه قيادة بس غير رسمية، وبيكون ليه تقسيم للأدوار. في عالم الجريمة المنظمة ده بيكون أول خطوة تجاه تكوين عصابة أو مافيا. نيجي لأشهر نموذج في عصابات المافيا، وهي المافيا الإيطالية. المافيا الإيطالية ظهرت في القرن ال19، وظهرت في وقت كانت فيه الدولة ضعيفة وكان فيه انتشار كبير للفوضى. فهي ظهرت إن هي بتقدم الحماية للناس، حماية بديلة للدولة اللي مش عارفة تقدمها، لكن مع الوقت الحماية دي اتحولت لنفوذ، والنفوذ اتحولت لسيطرة. يعني ما بقتش تحمي الناس، بقت تسيطر عليهم وتنهب. نيجي بقى لظهور المافيا في أمريكا. لما المهاجرين الإيطاليين وصلوا أمريكا خدوا معاهم بعض الأفكار التنظيمية للمافيا، وكان في فترة منع الكحول في أمريكا بدأوا إن هم يتاجروا فيها كسوق سودا. ومن أشهر طبعا المافيا في أمريكا هي آل كابوني، اللي عملت نظام كامل في شيكاغو. في اليابان ظهر نموذج مختلف خالص، وهي الياكوزا. الياكوزا كان عندهم هرم تنظيمي واضح، وهوية ورموز خاصة، وقواعد داخلية صارمة جدا. ده اللي خلى بعض الباحثين يوصفوهم بأنهم بيحاولوا ينظموا الفوضى بس داخل إطار شبه مؤسسي. في أمريكا اللاتينية ظهر شكل أكثر تعقيدا، وهي الكارتيلات. الكارتيلات كانت بتعتمد على اقتصاد الظل، وبتعتمد على التهريب والمخدرات والسلاح، وكانت بتخوض صراعات قوية جدا. وده اللي خلاها بتأثر على المجتمع كله في أمريكا اللاتينية بشكل عام، مش بس على الأفراد. طيب عندنا في مصر ظهرت بعض الأنظمة أو العصابات للسرقة وحاجات زي كده، زي القصص اللي سمعنا عنها، خط الصعيد ورايا وسكينة. لكن كل الحاجات دي الدولة قدرت تسيطر عليها مع الوقت. ونيجي للسؤال الحقيقي والمهم: ليه العصابات بتعيش وليه الإجرام ده بيستمر؟ والإجابة هنا في 3 عناصر رئيسية، وهي أول حاجة الفلوس اللي بتخلي كل ده يستمر وتخلي العصابة تكبر والتجنيد جواها بيزيد. تاني حاجة وهي الخوف. الخوف من المواجهة، الخوف إن أنت تواجه عصابة زي دي، خوف المجتمع من العصابة كل يوم بتكبر. تالت حاجة وهي النفوذ، وهو كل ما العصابة بتكبر كل ما مواجهتها بتكون أصعب. في النهاية العصابات والمافيا مش قصة واحدة، دي سلسلة طويلة من الظروف الاجتماعية والقرارات الفردية والتحولات التدريجية. لكن أهم نقطة إن البداية دايما بتكون بسيطة، لكن الطريق ممكن يكبر بشكل مخيف جدا لو ما توقفش.